أعزائي المشاهدين ومتابعينا في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم النهارده في لقاء متجدد اليوم متميز وبالنزول عدسة برنامجنا للحكاية الداية مع ياسر أبو شقرة لتغطية هذا الحدث الرائع، وهو حفل العرض الأول لفيلم الهروب أو الموت. وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بالاعلاميه الجميله سلوى عبد الرازق. اهلا وسهلا بيكي، بنرحب بحضرتك النهارده، منوره الدنيا والف مبروك على التكريم. ربنا يخليك ربنا يخليك. كلمينا النهارده، انا شايف النهارده الحضور شامخ النهارده من الفنانين والفنانات والاعلاميين والصحافه في هذا الفيلم النهارده. كلمينا عن الفيلم وايه اللي استفادك النهارده بالفيلم وعجبك ايه في الفيلم؟ هو ما كانش اولا ينفع ان احنا ما نحضرش لمحمد سامو، مخرج عظيم ومخرج جميل جدا، معاه كاست جميل جدا، معاه كاست فوق الممتاز. الفيلم رائع هادف، بيبين عظمه المخرج محمد سامو واللي معاه، الكاست كله اللي معاه، الفنانين اللي معاه، جمانة وجميع الفنانين. حلو. الفيلم كان عباره عن ايه؟ القصه هي إثارة، رعب، اكشن؟ هي رعب. وبتعلم ازاي يعني الواحد يحب صديقه، مش يخونه. ازاي ان احنا نكون قلبنا على قلب بعض، ازاي نكون ايد واحده، ازاي ان احنا يعني ايه ما نطلعش في مكان ما نعرفوش. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه بتعلم برضو مش كل حاجه ننتقم. فريق العمل كان عامل ازاي؟ فوق الممتاز بجد، فوق الممتاز بجد. عجبك شخصيه معينه ولا كلهم كلهم فوق الممتاز؟ الحمد لله ما شاء الله اللهم بارك. عقبال الافلام الجايه كلها. بتمنى لسامو التوفيق، بتمنى له يدخل العالميه بافلامه لانه مخرج رائع. تشكري مين تاني الساده المشاهدين شايفينك النهارده؟ يعني بخرج بذكر الاستاذ امجد. ايوه. بذكر جمانة. سوري انا اسفه معلش، جميع الكاست كله انا ما اعرفش اسماء. طبعا لا، على فكره جمانة دي بنتنا، وعلى فكره ده مش اول دور تعمله، انا شفت ليها دور الموت بتاعها. فهي دي معروفه ما شاء الله عليها، تمثيل رائع. طبعا. بشكر حضرتك، بشكرك كمان على حضورك النهارده وتكريمك النهارده من المخرج محمد سامو وفريق الكاست كله، وان شاء الله يكون اللقاء اخر تاني مع بعض. شكرا لك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا.